السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي هتشوفوني فيه. الفيديو اللي فات عملنا مع بعض السمسميه والسودانيه والحمصيه. فيديو النهارده هنعمل بقى مع بعض الدميه الحمراء او الجنزريه. دي القطعة الصغيرة كده بتيجي في علبة الحلويات، وكلنا كده بنحبها وبنعشقها. هنعملها النهاردة بطريقة مظبوطة جدا. المقادير بتاعتها سهلة جدا، بس هي عبارة عن خطوات وتكنيك هتمشي عليه عشان تنجح معاكي كده من أول مرة. وعلشان بقى تديك المطة اللي انت شايفاها في الفيديو ده، لازم تمشي على الخطوات مظبوطة جدا. بس اتفرجي بقى على الفيديو من البداية للنهاية علشان تاخدي النتيجة الجميلة دي. شجعيني بقى كده بلايك واشتراك في القناة، ودوسي كده على زر الجرس لو لسه ما اشتركتيش. ونصلي اللهم صل على الرسول. نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة معايا هنا 4 كوبايات من السكر، ومعاهم 4 كوبايات من المية. نفس الكوباية اللي هتعايري بيها السكر هتعايري بيها المية. ومعايا هنا ذرة كده بسيطة من ملح الليمون. لو ما عندكيش بقى ملح ليمون هتعصري بقى نص ليمونة، بس ملح الليمون اساسي معانا في حلويات المولد كلها. هنا بقى الشربات بتاعنا غالي كده على البوتاجاز. هجهز بقى كده النشا بتاعتي. معايا هنا كوبايه ونص من النشا، نزلت عليها الاول كده ب3/4 كوبايه من الميه علشان ادوب فيها النشا بتاعتي. على فكره يا جماعه انا هنا مضاعفه الكميه، يعني عامله كميه كبيره. انت هتعملي بقى هتقسمي هنا نص المقدار، يعني هتحطي كوبايتين سكر مع كوبايتين ميه مع 3/4 كوبايه من النشا. هنا بقى بعد ما دوبت النشا كده بتاعتي، وانزل بقى كده عليها سرسوب بسيط بالشكل ده. وطبعا في الوقت ده بكون مهديه النار جدا، وهقلبها كده بالمضرب علشان ما تكلكعش معايا. وهتنزلي كده بالشكل ده، سرسوب بسيط بسرسوب بسيط، لحد ما ينزل كده بالكميه كلها. هنا بقى معايا كوبايه من عسل الكلوكوز، وزي ما قلت لك انا هنا مضاعفه الكميه. انت هتعملي نص المقدار ده، هتحطي نص كوبايه من عسل الكلوكوز. وطبعا بقى عسل الكلوكوز انت عارفه اللي هو بيبقى تقيل، بنحاول كده نطلع كل حاجه من الكوبايه بتاعتنا. وهدوب بقى كده كويس، وهدي النار بقى وافضل اقلب فيها لحد ما تربط معايا وتبقى بالسمك ده. شايفين هي كانت الاول خفيفه، الوقت بدات تربط معايا. كل ده يا جماعه والنار هاديه معايا جدا. اوعي تعلي النار معاكي لانها تتشوط منك. وكمان مهديه النار علشان تستوي معايا كويس جدا. وعايزه اقولك كمان ما تكتريش النشا علشان ما تربطش معاكي بسرعه. انا حطيت هنا كوبايه ونص من النشا بس، علشان تاخد كده راحتها في السويه. شايفين هي ربطت بس في نفس الوقت خفيفه. هنا بقى وهي على البوتاجاز هبدا بقى كده اجهز الجيلاتين بتاعي. معايا هنا 4 معالق كبار من الجيلاتين، هنزل عليهم كده بربع كوبايه من الميه. وهدوب الجيلاتين بقى كده كويس جدا. انا بنزل هنا بالميه تدريجي، يعني الميه معاك مش شرط ربع كوبايه نص كوبايه، اهم حاجه الجيلاتين بتاعك يدوب معاكي. بعد ما داب كده بالشكل ده هنزل عليه بقى بالنشا بتاعتي. بعد ما النشا بتاعتي كده تقلت هنزل عليها كده بالجيلاتين. يعني الخطوه دي خدت معايا قد ايه؟ حوالي كده 10 دقايق بين لما حطيت النشا وربطت معايا بالشكل ده. هنزل بقى بالجيلاتين. هنا بقى برضو كويه على النار. معايا هنا ربع معلقه صغيره من اللون الاحمر. انا كان عندي هنا لون احمر بودر، ممكن تجيبي لون احمر جل سايب من عند العطار. هنزل بقى عليهم كده بمعلقتين كبار من ميه الورد. وميه الورد معانا اساسا في الدميه الحمراء بتاعتنا، يعني هي اصلا بتبقى حلاوتها كده في ميه الورد. هنا بقى قلبتهم كويس جدا. وهنا بقى بعد الجيلي كده ما داب في الخليط بتاعي كويس، طبعا مهديه النار، هنزل بقى هنا بمعلقتين من صوص الفراوله. وده بتجيبيه منين بقى؟ من عند اي مستلزمات حلواني.
لو ما عندكيش بقى ممكن تحط كده، تحط جيلي او باكو جيلي فراوله. لو بقى مش عايزه بريحه الفراوله ممكن تستغنى عن الخطوه دي وعن الخطوه دي، وتحط ميه الورد واللون الاحمر وتستكفي بكده وكده خلاص تمام. تمام. هنا بقى هبدا كده اقلبها كويس جدا بقى بالمعلقه الخشب، وكل ده وانا مهديه النار. بعد الخطوه ديت بقى بتقعد معايا كده حوالي يجي ساعه، يعني عد كده بالساعه بتاعتك ساعه مهديه النار، وكل شويه كده تقعدي تقلبي فيها لحد ما القوام يبقى معاكي كده بالشكل ده. شايفه؟ وانت بتقلبيها كده تحسي ان هي بتلم معاكي كده. خلاص بدات تتقل معانا خالص اهي بالشكل ده. اهم حاجه يا جماعه تلتزمي بالخطوات كويس جدا عشان تنجح معاكي. معايا هنا بقى شويه بندق محمصاهم في الفرن، وطبعا زي ما قلت لك بقول على الفرن يتحمصوا، وبعد كده اطفي الفرن واسيبه بقى في قلب الفرن لحد ما يبقى سخن. بطلعه بس من الفرن لما احطه على المقدار بتاعي. هنا بقى بقلبه كده كويس جدا مع بعضه. شايفين؟ وعشان تتاكدي بقى ان الخطوات بتاعتك طلعت مظبوطه هتجيبي كده شويه ميه ساقعه او متلجه، وهننزل كده بس بنقطه من المقدار بتاعي. لو حسيتي اللي هي خلاص بتمط معاكي كده يبقى هي كده تمام. هنا بقى جهزت كده الصينيه اللي هحط فيها، حطيت كده كيس ودهنته كده بدهنه من الزيت، واهم حاجه تدهنيه بدهنه من الزيت عشان ما تلزقش معاكي. هنا بقى مسحت كده المعلقه بتاعتي بمسحه كده من الزيت علشان اعرف اسوي بيها المقدار بتاعي كويس بالشكل ده. شايفين اصلا الخليط نازل معايا عامل ازاي؟ خليط تقيل جدا مش خفيف. هغطيه بقى كده بكيس، والكيس برضك مسحاه كده بمسحه من الزيت عشان برضك ما تلزقش كده في الخليط بتاعي. وهسيبها بقى كده لتاني يوم، انا هنا كنت عاملاها كده من بالليل، هسيبها بقى كده لتاني يوم الصبح، وبعد كده بقى هنشوف النتيجة معانا عاملة ازاي. حبايبي هنا بقى كنا كده تاني يوم الصبح، هنشوفها بقى. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال يا جماعة ماسكة نفسها ازاي؟ حاجة كده ما شاء الله. ببدأ بس كده اسلكها من الكيس اللي تحت. الكيس بيشال معانا بكل سهولة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هبدأ بقى كده امسح السكينة مسحة من الزيت، وده اهم حاجة عشان ما تلزقش معاكي، واقطعها كده بالشكل ده. شايفين الجمال يا سيدي؟ ما شاء الله. الشكل اصلا بيعبر عن نفسه. شايفين هي اصلا بتتقطع معانا كده بصعوبة، ده بقى بيدل على نجاحها، اللي هي كده بتمط معاكي. يا عيني والله حاجة كده يعني فاخر من الاخر، تحفة. طبعا بقى انت بتقطعيها التقطيعة اللي انت حباها، هتقطعيها بقى رفيعة سميكة طويلة عريضة اللي يريحك. بمسح كده السكينة مسحة من الزيت عشان بس تقطع معايا كده بكل سهولة وما تلزقش معايا بالشكل ده. زي ما قلتلك كده الطريقة سهلة جدا، بس هي عبارة بس عن خطوات هتمشي عليها. يعني هي اخدت معايا حوالي كده ساعة وربع، ساعة وتلت في الحدود ديت. عفوا. يعني هي في الاول لما حطيت الشربات والنشا اخدت معايا حوالي تلت ساعة، بعد كده سبتها ساعة بالظبط. وطول ما انا واقفة كنت بقلبها كده على البوتاجاز عشان بس ما تشعوطش معايا. شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ شايفين الشكل؟ ما شاء الله بيعبر عن نفسه. هقطعها كده بقى مربعات صغيرة بالشكل ده، وزي ما قلت لك التقطيعة بقى اللي انت حباها تقطعيها بيها.
هغلق بقى كده الكميه مع نفسي عشان بس وقت الفيديو. بعد بقى كده ما قطعتها بالشكل ده، حابه بس كده اوريها لكم عامله ازاي. شايفين يا جماعه المطه؟ شايفين مطاطيه جدا ازاي؟ وفي نفس الوقت برضو مش جامده كده وبتجلدش، لا طريه جدا من جوه، يعني بتمط وفي نفس الوقت طريه، يعني لا جامده ولا بتمط معانا ولا طريه خالص نهائي. شايفين؟ ده بقى بيدل على نجاحها. يعني طول ما انا واقفه عامله الصراحه اكل فيها. طعمها جميل جدا ما شاء الله، تحفه تحفه. التزمي بس بالمقادير والخطوات اللي انا عملتها وقلتها، وان شاء الله هتطلع معاكي بنفس النتيجه، وهتطلع معاكي تحفه بالشكل ده. بجد يعني حاجه كده جميله جدا والله، واحسن ما بتجيبيها وتشتريها من بره بالظبط. انا عن نفسي بحبها، وطبعا كلنا بنحبها وكنا بنشاكل عليها كده لما كان بيجي لنا حلاوه المولد. مين بقى يا حلوين كان بيشاكل معايا كده عليها مع اخواته؟ اللي كان كده بالشكل عليها يكتب لي كده في الكومنتات والتعليقات. شجعوني بقى كده يا جماعه، عايزه كده رايكم فيها كده في الكومنتات والتعليقات. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يعني بجد حاجه كده جميله جدا، لا بتلزق معانا ولا اي حاجه خالص. بعد ما خلصتها كده لفيت كل قطعه في استرتش راب، وعينها كده بقى في التلاجة. هتسيبيها بره بقى في التلاجة، يا ما شاء الله جميله جدا، مش هتسيح منك خالص نهائي، وهتفضل معاكي كده كمان مده. وزي ما قلت لك انت هتقسمي نص المقادير وهتعمليها. انا مضاعفه الكميه عشان انتوا عارفين بقى حبايبي كتير ولازم ادوقهم. لو عجبكم بقى فيديو النهارده شجعوني بالاشتراك وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.